السلام عليكم يا مساء الورد والفل عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا بيفيد عندنا حاجات من رمضان. انا فايد عندي كرتونه او اتنين من اللي هم بتوع اللي هي بتبقى البلح اللي احنا بنفطر بيه، العجوه اهو، اللي هي دي يا حبايبي، مش البلح الناشف، لا دي العجوه. فانا شلت منها البذر وقلت هنعملها مع بعض عجوه، هتعملي قراقيش، هتعمليها سندوتشات للاولاد مغذيه جدا. يعني خطيرة، هتنفع معاكي قرص طرية القراقيش. فانا قلت ايه، هنعملها مع بعض. انا جبت البلح يا حبايبي اهو، منها اهو، بس بتشيلي اللي هي الحتة اللي فوق دي وبتشيلي النوى، وبنفصصها كده. ومعايا معلقة سمنة بلدي، ومعايا الهراسة اللي هي بتاعة البطاطس. ويلا بينا على البوتاجاز. انا هنزل بمعلقة سمنة بلدي واحدة بس، معلقة سمنة يا حبايبي، عشان الزبدة بتنشف معاكي العجوة. انا نزلت بالعجوة على السمنة لما ساحت معايا، وهتفضلي بس تهرسي كده اهي، هتبقى معاكي خطيرة، طرية وخطيرة، مفيش دقايق. واهي يا حبايبي اتحولت معايا العجوة، وانا هفضيها معاكم في طبق وهنقدمها مع بعض. اهي يا حبايبي بقى احلى قالب عجوة اهو. هيبرد بس عشان سخنة. فعايزة اقولك هتقطعيها مثلا على كيسين، على كيس، وهتسحبي منها في اي وقت عايزه تعملي اي حاجه بالعجوه. اهي خطيره، بصي خطيره خطيره خطيره. وعايزه اقولك في المرحله دي لو انت حبيتي تحطي سمسم، يعني قبل ما نحطها اهو في الطبق وهي سخنه كده، هتحطي سمسم فيها او اي مكسرات اللي يعجبك. بس انا وريتك الطريقه، ولو حد عايز طريقه البلح الناشف يكتب لي في الكومنتات وانا هنعمله مع بعض يا حبايبي. الف هنا على قلوبكم العجوه.